أهلا بيكم. في أغاني كده بتظهر فجأة وتكسر الدنيا. الغزالة رايقة واحدة منهم. سمعناها في كل حتة، في الشارع، على السوشيال ميديا، في كل مناسبة حرفياً. طب إيه السر؟ إزاي كم كلمة بسيطة زي دي قدرت تخطف قلوب الملايين؟ يلا بينا نشوف القصة وراها. الجملة دي، الغزالة رايقة من الناس الحلوة سيئة، جملة على قد ما هي بسيطة وعفوية، على قد ما وراها عالم كامل ومود خاص قوي. يلا بينا نفصصها ونشوف إزاي الكلمتين دول هم مفتاح الأغنية كلها. طيب السؤال هنا، هل هي مجرد جملة لذيذة وخلاص، ولا في معنى أعمق مستخبي وراها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي وإحنا بنغوص جوه الأغنية حتة حتة. خلونا نبدأ على طول بأول المقطع اللي بيبدأ بحوار غزل كده خفيف ولذيذ. هو ده اللي بيرسم لنا مود الأغنية ويحط الأساس لكل اللي جاي بعده. من أول كلمة الأغنية بترمينا في قلب المشهد. الغزالة رايقة، يعني إيه؟ يعني المزاج تمام والجو هادي وجميل. وراها على طول ما الناس الحلوة سايقة، كأن الناس الجميلة هي اللي واخدة السواقة واليوم كله ماشي على هواهم. وفي وسط الجو ده بيظهر لنا طرف تاني معجب جدا ومش عارف يمسك نفسه، فبيقول يا سيدي يا جماله. طب لحظة، ليه بالذات الغزالة؟ عشان نفهم ليه الكلمة دي ليها وزن وتقيل كده لازم نرجع بالتاريخ شوية. في ثقافتنا العربية وفي الشعر الغزالة دي رمز كبير قوي للجمال والرقة والأنوثة. فلما الكاتب هنا بيقول الغزالة هو مش بيتكلم عن حيوان خالص، هو بيوصف حبيبته بأكتر كلمة ممكن تعبر عن جمالها ودلعها. ونيجي للجملة اللي بعدها، ما الناس الحلوة سايقة. هنا الصورة بتوسع قوي. الموضوع ما بقاش بس عن الغزالة لوحدها، لأ، ده كأن الجو العام كله حلو. الناس الجميلة هي اللي مالية الدنيا ومتحكمة في المود، بتدي إحساس بالبهجة والتفاؤل من أولها. وهنا بقى الحوار بياخد شكل تاني خالص، لعبة شد وجذب لطيفة قوي. واحد بيطلب القرب والتاني بيرد برفض فيه دلع كده. يعني الطلب واضح، ما تقرب مني حبة، والرد لا لسه شوية حبة. لعبة في كلمتين بتلخص كل فن الدلع والمغازلة. الحركة هنا واضحة جدا. طرف بيطلب يقرب صراحة، والطرف التاني بيرد برفض، بس مش رفض حقيقي، ده رفض ظاهري، اللي هو لأ بس عشان تتشوق أكتر. الغرض كله زيادة الشوق، مش إنهاء الكلام. بس لعبة الشد والجذب دي بتخلص إمتى؟ عند القسم ده. طب وحياة المحبة، هنا خلص الدلع اترمى على أنب والموضوع بقى جد. الكلمتين دول بيكسروا أي حواجز وبيحولوا الرفض اللذيذ ده لدعوة صريحة ودافية. مدام جيت جنبي خلاص خليك. وبعد الذروة العاطفية دي بتدخل علينا اللازمة أو الكورس، عشان تكشف لنا عن يمكن أذكى تشبيه في الأغنية كلها، علاقة سحرية كده بين المزيكا والقلب. الطبلة دي، لأ، ده قلبي. الجملة دي عبقرية بصراحة. ببساطة شديدة هو بيقول إن الصوت اللي إحنا بنسمعه وبنرقص عليه ده مش صوت طبلة، لأ، ده صوت دقات قلبي أنا. فالمقارنة هنا بقت واضحة جدا. الطبلة دي هي الإيقاع اللي بره اللي كلنا بنسمعه، لكن قلبي ده الإيقاع اللي جوه، نبض المشاعر الحقيقي اللي هو بس اللي حاسس بيه. وبالحركة دي الأغنية بتعمل حاجة عبقرية، بتربط الموسيقى بالجسم. دقات الطبلة ما بقتش مجرد نغم، دي بقت هي نفسها الترجمة الصوتية لدقات قلب واحد بيحب، ودقاته دي بتجري مع إيقاع المقسوم اللي كله حماس. طب إيه هو المقسوم أصلاً؟ المقسوم ده واحد من أشهر الإيقاعات عندنا في المزيكا الشرقية. الإيقاع ده اللي هو أول ما يشتغل تلاقي نفسك بترقص من غير ما تحس. فالاختيار هنا مش صدفة خالص، هو أنسب إيقاع يعبر عن طاقة الحب والفرحة اللي بتغلي جوه القلب. طيب بعد ما عبر عن مشاعره وربطها بالمزيكا، بيرجع تاني يركز على الغزالة. في المقطع التاني ده بنسيب الحوار اللي كان داير بينهم وندخل في وصف أعمق لسحر وجمال المحبوب ده. هنا الكلام كله بقى مدح صريح. اتدلع له ناسه متأسسين بأساسه، وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان. بس خدوا بالكوا، المدح ده مش سطحي، مش مجرد وصف للشكل الخارجي وخلاص، لأ، ده بيغوص جوه شخصيتها نفسها. تعالوا نقف عند الجملة دي شوية. اتدلع له ناسه، معناها أعمق بكتير من اللي ممكن نتخيله. كأنه بيقول إن في ناس الدلع ده طبيعتهم، موهبة مولودين بيها مش بيصطنعوها، وإن حبيبته دي واحدة من الناس دي، الدلع ده في دمها.
وبعدين الوصف بيكمل ويتعمق أكتر وأكتر. بيقول إنها من ساسه لراسه متشرب حنان، يعني الجمال ده شامل، والأهم إنه مليان طيبة وحنية، والأحلى من كل ده إن اللي بيحب ده واعي قوي، عارف إنها لسه جمالها الحقيقي ما ظهرش كله. فبيقول بديله لناس مساحته، مش واخد لسه راحته، يعني مش بيضغط عليها وبيسيبها على طبيعتها. فالمقطع ده في الآخر بيرسم صورة كاملة لشخصية فعلا ساحرة، مش بس جميلة من بره، لأ، دي روحها نفسها مليانة حنية وجاذبيتها طبيعية وتلقائية من غير أي مجهود. تمام، بعد ما فصصنا الأغنية مقطع مقطع، خلونا دلوقتي نلم كل الخيوط دي في بعضها ونشوف الصورة الكاملة اللي الأغنية دي بتقدمها. الخلاصة اللي سر نجاح الأغنية دي هو الخلطة الذكية بتاعتها. أول حاجة استعارة الغزالة اللي كلنا بنحبها، تاني حاجة الحوار الخفيف والمرح اللي فيها، تالت حاجة فكرة تحويل المزيكا لنبض قلب حقيقي، ورابع حاجة المدح اللي بيركز على الجمال الطبيعي اللي من غير تصنع. كل الحاجات دي لما اتحطت مع بعض عملت لنا تجربة كاملة، أغنية مش بس بنسمعها، لأ دي أغنية بنحسها. هي كأنها جرعة بهجة مركزة بتوصل الإحساس بالفرحة والحب بأبسط وأجمل طريقة ممكنة. وفي النهاية أغنية زي الغزالة رايقة بتخلينا نفكر في سؤال أكبر شوية: هل فعلا الموسيقى هي اللغة العالمية اللي كل القلوب بتفهمها؟ هل هي فعلا القوة الوحيدة اللي بتقدر تعدي أي حواجز عشان توصل إحساس بسيط زي الفرحة والحب؟ سؤال يستاهل التفكير.